السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، شلونكم؟ إن شاء الله كلكم زينين وبأحسن الأحوال. اليوم راح أسوي لكم أحلى محلبية بالشعرية وأزينها بعين الجمل كلش طيبة يعني وتخبل. تابعوا وياي الطريقة للأخير حتى تنجح عندكم الوصفة وتحبوها ودائما تسووها. قبل لا نبدي بالخطوات نصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وهسه تابعوا وياي الخطوات حتى بكل حذافيرها وبكل تفاصيلها. هنا راح اجيب طاوة اخلي بيها تقريبا نص خاشوقة زيت، واجيب تقريبا كوب او نص كوب حسب افراد العائله وحسب الكميه اللي استعملها بالنشا على مود تتساوى. اخلي احمسها زين هيك بحمار يعني توصل الشعريه، واضيف عليها مي فاير ونص كوب او 3 قلاص او 3 خواشيق شكر، واظل اخلط بها يعني لحد ما تلين. شوفوا بهالقوام يصير. هسه تقريبا اني يعني لمستها صارت لينه. اضيف عليها اخر شيء الهيل واخليها تتهدر تقريبا 5 دقائق على مود تلين زايد، والنكهه مالت الهيل تبقى بالشعريه. هسه هنا اجيب بعد ما خلصت من الشعريه اجيب هناك الجدريه اخلي بيها خاشوقتين مليانه اكل نشا، خاشوقتين مليانه اكل حليب باودر، ونص قلاص مي بارد او ربع قلاص مي بارد حسب الكمية، على مود لا تتكتل الشعرية لأن لا تتكتل النشا، لأن النشا تتكتل بالمي الحار، بالمي البارد ما تتكتل. أخوض هاي خلطة زينة على مود آخر شيء أشوف يعني ما بيها أي تكتلات، أخلي عليها مي فاير، مي مغلي تقريبا 3 قلاصات، قلاصين ونص. منك عندنا نص قلاص على البارد، صارت 3 قلاصات مي ويا خاشوقتين اكل نشا، خاشوقتين اكل حليب باودر، وقلاص كامل شكر. هذا المقدار المضبوط اللي لا كلش حلوه ولا كلش يعني مو حلوه يعني. فاضيف قلت لكم هاي المقادير المضبوطه راح اضيفها بصندوق الوصف. اظل اخوض حتى يجمد المحلبي، مو كلش جامد، اريد قوام المحلبي مثل قوام الكيك، عجينة الكيك بالضبط. هنا ضفت طبعا اول مرة ضفت نص كوب، بعدين ضفت نص كوب الاخ، صار كوب كامل. اكتب لكم الوصفات المقادير بصندوق الوصف. الشعريه خلصت راح اطفي عليها، واخر شيء هنا راح اضيف الهيل يا بنات، تقريبا خاشوقه شاي هيل مطحون على مود تبقى النكهه بالمحلبي. اخر شيء اضيف المنكهات وبعدين اطفي النار. اذا عندك مثلا فانيلا سائله، عندك اي مي زهر، اي شيء عندك ضيفين منكهات. طفيتهم اثنيناتهن. اجيب كاسات، هاي الكاسات الحلوة وعلى قد افراد العائلة طبعا. خلي طبقة محلبي وطبقة شعرية وطبقة اذا عندك فواكه تازة يعني فريش، ضيفي مثلا عندك فراولة، عندك موز، عندك شرائح تفاح، اي شيء ضيفي طبقة من بين الطبقات حتى تصير اطيب. انا مثلا ما تذكرت يعني طبعا، فهسه تذكرت. انتو خلوها تصير اطيب. هسه بعدين طبقة الاخرى خلي محلبي، وبعدين اي اضافات عندك تزيين، اي اضافات للتزيين عندك مثلا جوز هند، دارسين مطحون، جوز، هاي جوز عين الجمل يسموه بعض البلدان، انا خليت طبعا اي شيء عندك للتزيين خلي، يعني كل شيء يرهم على هذا المحلبي. فهنا خلصت يا بنات، خلصت او خلصت الخطوات مالت المحلبي. وسهمكم العافيه. لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس والضغط على كلمه الكل حتى يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا. سووا هاي الطريقه وجربوها، كلش طيبه وحلوه تطلع وياكم، وجهالكم يحبوها. وسهمكم العافيه، والى اللقاء في فيديو جديد. احبكم هوايه.